السلام عليكم، الله يعطيكم العافية. اليوم حنا 31/5، درجة الحرارة قامت تلامس 50 تقريبا، واصلة اليوم 49. فطرت لي فكرة إني أسوي نافورة. طبعا الأفكار واجد، لكن أنا بيها حق الطيور، فلازم تكون مواصفات خاصة. خصوصا إني أخذت الماكينة هذه، والماكينة هذه شوي كبيرة، حصلتها على 6 دنانير، واحسبوا حساب إن الطشت عميق هذا، فعشان كذا اخذت الماكينة الكبيرة. في نوع ثاني من هذا يكون اصغر، سعره دينارين تقريبا، هذا اخذته ب5، وراح نغطيه بالشبك هذا على اساس لما تمشي طيور فوقه ما يخفس. في الشبك العادي اخاف انه لما احطه راح يصير فيه خفسه وانه يكون خفيف، فهذا يكون ممتاز. طبعا الشبك هذا عندي انا، ما شريته، انا كنت مسوي فيه اقفاص قبل. وبعد ما اسوي بعد ما احط الشبك فوق الحوض، راح استخدم الثيل الصناعي هذا، عندي منه قطع كنت مستخدمهم على اساس الطير يمشي، وبنفس الوقت يسوي نفس الفلتر ان الريش ما يدخل داخل، والاغصان الشجر والامور هذه، يعني يمكن يخفف من نسبة الاتربة اللي راح تروح داخل. بعد ما قصيناها بالشكل هذا مثبتها بالسيام. هذه اسهل طريقة، حلو الدرنفيس على اساس يسهل الطريقة فتحات، يعني يسخن الدرنفيس وعلى طول من يحط الدرنفيس يسوي فتحة. طبعا فتحناه بالشكل هذا، فتحات هذه حاليا ما شاء الله الماء على طول يجي داخل بلشنا الحفر الحين. طبعا في ناس راح تقول ان الطيور تسبح والامور هذه ونقل امراض، اي طير راح يمرض في المحمية هني غالبا راح يعادي الطيور الثانية، فالوقاية تكون عليهم كل قوة. يعني انا اساسا حاط فخار هذا، هو نفس فكرة هذاك بالضبط. ومجبور احط هذا، ان عندي قطة والقطة عنده فروخ، والقطة لازم الذكر يجي ينزل الماء يعبي لي صدره عشان يعطي فروخها ماء، فانا مضطر اني احط الفخار هذا. وهذا ابرد لهم من النوعيات هاي. طبعا هذا حاطه عشان الفروخ تعلمت تشرب شوي شوي، لكن هذا هو الاساس، ابرد واحسن للطيور واجباري حق القطة اصلا. لازم بعد يكون من النوعية اللي مرتفع على اساس ان القطة تقدر تدخل. فالسبوح وهذه فكرتها نفس الشيء. فيه احتجاج ثاني على النماثير والماء. هو اساسا لو ارش ماء وانقع الارض ماء مع كتمة الحرارة راح يطلع التبخير مال الماء وخنق الطيور، فهذا مو زين. فانا اساسا عندي الهواء ناشف، والمحمية كلها تقريبا مفتوحة روكلين، وجهة الشرق كلها شبك وشجر، فما في كتمة عندي. وحتى لو صار في كتمة في الايام اللي ما فيها هواء، المروحة قاعد تشتغل هنا. ضبطنا الحفرة وضبطنا قياس ووزناها، وخليتها مرتفعة شيء بسيط يعني على اساس التراب لا يدخل فيها. بس هذا الكناري هني حد ذبح الحر. طبعا الحين ما ادري الساعة كم، الحين تقريبا الساعة 5:15، درجة الحرارة 35 على مقياس الساعة اللي هو بالظل يعني. فأكثر الطيور وقت الظهر تكون على الماي، نفس الكناري قبل شوي وفاتح حلوقها، نفس الضفدع هناك حاليا. فمحتاجين طوبا جودة ناشف حيل. وهذا هو الشكل النهائي. حطينا صخرتين، واحدة يمين واحدة يسار، قاعد يحوش الرذاذ حق الطيور اللي تبرد. هذه النافورة.